Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Falmuhtaramu ra'isul jalsah wassadatul hukamul adilun wal hudurul kiram. Aqifu amamakum fi hazihi fursati sa'idah liuqaddima lakum kalimatan arabiyyah تحت الموضوع الحيوانات المفترسة. يا أصدقائي الأعزاء، هل تعرفون ما هي الحيوانات المفترسة؟ إن الحيوانات المفترسة هي تلك التي تعتمد في غذائها على الصيد والتحام الحيوانات الأخرى، وتتميز بمهارة خاصة تعينها على الصيد مثل السرعة والقوة والحواس الحادة كالشم والبصر والسمع، إضافة إلى المخالب والأنياب الحادة. ومن أشهر الحيوانات المفترسة الأسد، النمر، الثعبان، التمساح، الدب وغيرها. أيها الحضور الكرام، سأتحدث إليكم عن بعض هذه الحيوانات المفترسة، وسنبدأ معا بملكها. أولا، الأسد. الأسد يعرف بلقب ملك الغابة، وهو من أقوى وأشهر الحيوانات المفترسة. يمتلك جسدا عضليا قويا يعينه على مطاردة فريسته والانقضاض عليها بسرعة ودقة. ويستطيع الأسد أن يركض بسرعة تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة لمسافة قصيرة، مما يجعله صيادا ماهرا. كما أن زئير الأسد يسمع على مسافة عدة كيلومتر، ويستخدم لإعلان سيطرته والتواصل مع أفراد قطيعه. أيها الأسد المجيد، في الرياض تسير، زئيرك يخوض الجبال ويفزع الطيور، عيناك كالنار في ليل بلا نجوم، وخطاك ثابتة كالفريس العظيم. أيها المستمعون الكرام، ثانيا النمر. النمر يعد من أكبر القطط الوحشية، ويتميز بقوة ورشاقته ونمط خطوطه السوداء الفريدة. كل نمر يمتلك بصمة فريدة في خطوطه تساعد على التموه أثناء الصيد. كما أن النمر سباحا ماهرا يطارد فريسته في المياه بدون تردد. أيها الحاضرون الكرام، ثالثا الثعبان. الثعبان هو نوع من الزواحف، ويتميز بجسمه الطويل والمرن. تنقسم الثعابين إلى نوعين، السامة وغير السامة. فالثعابين السامة تستخدم أنيابها لحقن السم، أما الثعابين غير السامة فتقتل فرائسها عن طريق الالتفاف حولها وخنقها. ذكر الثعبان في القرآن الكريم في القصة نبي الله موسى عليه السلام عندما تحولت عصاه إلى الثعبان العظيم كمعجزة من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الأعراف الآية 700. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، وخلاصة القول، إن الحيوانات المفترسة تعد جزءا مهما من نظام البيئي، فهي تساعد في الحفاظ على التوازن الطبيعي من خلال السيطرة على أعداد الحيوانات العاشبة والكائنات الأصغر، مما يساهم في استمرار التناغم في الطبيعة. وأخيرا، مع السلامة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.